هذه هي الجينواز اللي غنستعمل فيه هذا الكيك او الكاطو هذا. كنتمنى الفيديو غادي يعجبكم ان شاء الله. غادي نخلي لكم الفيديو او الرابط في صندوق الوصف. الكيك قسمته على 3 قطع كيف ما كتشوفوا، وسقيتهم بواحد الشوربه اللي فيها واحد 3 المعالق ديال السكر وكاس كاس ديال الماء، وغليتهم مزيان. بعد ما غلاو زولتهم من على النار وضفت عليهم سكر دو فاني صافي، وسقيتهم هنا مزيان. ودابا غادي ندوز نحضر كريم شونتيي. عندي هاد النوع هذا، استعملت هنايا 3 الباكيات، درت 3 الباكيات هنايا ديال كريم شونتيي، وعندي كاس ونص ديال الحليب بارد مزيان، يعني درته في الفريغو. ودابا غادي نبدا نطلع الكريمه باش نبدا نعمر بها الطورطه ديالي. صافي هنايا غادي نطلع الشونتيي. هاد الشونتيي بالزوينه ما كتحتاج لا ماسكاربون لا حتى شي حاجه، يعني كديرها غير هي مع الحليب بارد وصافي. وكتحترموا القياس، يعني كل كرتونه راه ديالها كيكتبوا لك مثلا شحال ديال الحليب اللي غادي تستعملي. ومن الاحسن ديما هذاك المقدار اللي يكونوا يعطوكم نقصوا منه واحد شويه باش تجيكم هي هذيك. المهم انا غادي نطلع هنايا كما قلت لكم، انا استعملت هنايا 3 الباكيات من هذوك الساشيات تاع الشونتيي بودر شونتيي، ودرت معاهم كاس ونص ديال الحليب بارد. صافي انا غادي نخليكم دابا نطلع الشونتيي ومن بعد نتلاقاو. صافي هنايا كما كتشوفوا راه ملي كتشوفوها بحال هكا بدات كتقال، كتحبسوا التطراب. دابا غادي ندوز نبدا نطلع في الكيك ديالي او الكاطو ديالي. كندير واحد الطبقه بحال هكا. انا هنايا وجدت واحد دو كولي، درت واحد تاع الفريز وواحد ديال السيترون الحامض. المهم ما شاركتكمش هاد لي كولي كيفاش وججتهم، ولكن ساهلين يعني وماشي شي حاجه صعيبه. بالنسبه للفريز درت فيها الفريز قطعته قطيعات، درت فيه واحد 2 معالق ديال السكر، ودرت معاهم واحد حتى طابوا بعدا مزيان. هذاك الفريز طاب مع داك السكر، ودرت عليهم واحد 2 معالق ديال النشا. انا ما كثرتش هنا النشا بزاف، ولكن يمكن لكم نتوما ديروا 2 معالق يعني كافيين. درت واحد 200 غرام ديال الفريز، وكما قلت لكم ودرت عليهم واحد 2 معالق ديال النشا، ولكن ديرهم حتى يبرد الخليط. عاد ديروا دوك 2 معالق تاع النشا، تعاودوا تحطوهم على النار حتى يعقد لكم هذاك الخليط، وصافي هاو الكولي ديالكم واجد. يعني ساهل. المره الجايه ان شاء الله غادي نشارككم، وباش نشارككم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي درتهم هنايا في الوسط. حاولوا ديروا غير الوسط، ما ديروش ما تقربوش الجناب، سينو غيوقع لكم كما وقع ليا حتى انا. بدا كيخرج ليا الخليط من الجناب، سيرتو انا ما درتوش عاقد بزاف، يعني ما كثرتش النشا. جا شويه كيف ما كتشوفوا، جا شويه يعني جا شويه كما نقولوا ما جاش عاقد، جا شويه جاري يعني. صافي من بعد درت طبقه تاع ثانيه ديال الجينواز، وعاود ثاني درت كريم شونتيي كيف ما كتشوفوا، وغندير الطبقه الثانيه ديال الكولي الثاني ديال السيترون. راه ما نقولش لكم البنات بصراحه جات طوب 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 طوب. جا الفريز بالطعم ديال الفريز مع السيترون، ما نقولش لكم جا روعه روعه روعه. سيرتو السيترون مع الفريز راه جا واعر بصراحه. جربوا ما غتندموش. غير الفريز تردوا البال، ما ديروش كما انايا درتو شويه جامد. هاد السيترون جا هو هذاك، ما وقعش ليا معاه مشكل، جا هو هذاك. بالنسبه للسيترون ما درتوش بحال السيترون. هاد الكولي ديال السيترون درت فيه صفر بيضه، ودرت فيه 2 معالق ديال النشا، ودرت فيه نص كاس ديال الحامض، ودرت فيه كاس ديال الحليب، وشنو تاني، ودرت فيه 3 المعالق ديال السكر، ودرتهم كلهم على النار. ودرت فيه قشور ديال الليمون الحامض السيترون.
ودرتهم على النار وخليتهم كيطيبوا حتى كيعقد الخليط وصافي وكيوجد. كيف ما قلت لكم صافي هنايا راه بديت كنبيت نليسيه من الجناب. وقع ليا غير المشكل ديال الفريز، طلع شويه كيف ما كتشوفوا كيبان لكم شويه هنايا طلع. ما ديروش الخطا، المهم كنتعلموا مره اخرى ما غاديش نديروا شويه. انا درتها اكسبري زعما يجي شويه ما يجيش جامد، حيت فايت ملي كندرتو كانت شويه جامد، قلت نديرو شويه يجي مطلوق شويه. هو جا زوين في الطعم، سيرتو ملي كيجي لداخل ديال الجينواز. انتما غتشوفوا في الاخر تاع الفيديو ملي غادي نقطع الكاطو غادي تشوفوا كيفاش غيجي، راه واعر بصراحه جا. المهم هنايا في الجناب كما شفتوا انا غير دوزت على غير مسحه، يعني ما لسيتهاش بالكريم شونتيي. وهنايا درت هنايا هاد لي غوزات هادو درتهم درت حد شويه ديالو كولو غوج وصافي. ودرت هاد الوريدات هكا كيف ما كتشوفوا، درتها في الثلاجه قبل من نزوقها، درتها في الثلاجه صافي. هنايا بعد ما بردات غنجي باش نزوقها. انايا كيف قلت لكم انا غير دوزت عليها من الجناب، ما لسيتهاش، ما درتش لا كريم شونتي، يعني لسيتها بالكريم شونتي. عندي انايا كاوكاو حمرته في الفران وطحنته في الطحانه، يعني بحال هرمجته ودرته في الجناب بحال هكا. عندكم نتوما شوكولا ديروا شوكولا، عندكم لوز ايفيلي ديروا لوز ايفيلي. المهم كيبقى على شنو موجود عندكم وشنو كتحبوا ديروا. انا درت كاوكاو مهرمش، ديما في الكاطو كيوالم بزاف في المذاق كاوكاو، درته وجا الصراحه واعر وتا في الطعم. المهم تحاولوا تحطوه يعني بشكل عشوائي، يعني مش بالشرط انكم ديروه يعني تعمروها كلها، تجي بشكل عشوائي بحال هكا كيجي زوين. ومن بعد غادي نبدا نعمر من هذوك الجنيبات للفوق اللي حدا دوك الوردات، غادي نديرهم بحال هكا، غادي نعمرهم بحال هكا وغادي نكمل الدائره بحال هكا باش كيجي الديكور ديالو زوين ويجي مقاد. صافي هاد الشكل بحال هكا كيجي. ومن بعد غادي ندير عندي هنايا السوغيز المعسل، درتو حتى هو هادو اللي كيتشرى عند المحلات ديال الحلويات، درتو بحال هكا جا هو تا بزاف الطعم مع الفريز ومع السيترون مع الشونتي ومع كل شيء. بصراحه كاع هاد المذاقات اللي حطيت وغنضيف واحد الاضافه دابا، يعني جا واحد الطعم متناسق وغزال وزوين بزاف. دابا غادي ندير عندي هنايا صلصه ديال الشوكولا. عندكم نتوما الشوكولا ذوبوه ممكن ديروه، ممكن تكتبوا فيه هنايا اللي حبيتو. المهم انا حبيت نديرها واحد زواقه بحال هكا، صراحه جات زوينه بزاف. حاولوا تكونوا لا عندكم شي صلصه بحال هكا ديروها في الثلاجه قبل عاد تحطوها، لان راكم عارفين راه كتسيح. صافي وجا الشكل ديالها بحال هكا، جا زوين وبزاف، وخاصه الطعم بصراحه انا ما غاديش نشكرها لكم هكاك لله، راه فعلا طعم جواعر مع ليكولي اللي درت ومع الصلصه ديال الشوكولا ومع السوغيز المعسل ومع كاوكاو مهرمش، كلشي داك المذاقات كلهم جاو مع بعضياتهم. كنتمنى تجربوا هذا الكاطو. ودابا غادي ندوز نقطعها قدامكم تشوفوها كيفاش جات. بصراحه روعه روعه روعه، وجربوها ما غاديش تندموا. هو من الاحسن الكاطو يبات ليله عاد تستعمل تاني يوم. انايا درته في نفس اليوم، الجينواز درتها في نفس اليوم ومونطيتها في نفس اليوم وكليناها في نفس اليوم. انتما كتشوفوا الجينواز اسفنجيه، شوفوها من تقطع من هنا كيبان لكم كيفاش كتطلع، كتبركي على السكين وهي كتعاود كتطلع، جات اسفنجيه بصراحه واعره. جينواز غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، يعني جربوها ناجحه 100%. وشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، لا الالوان ولا الشكل ولا الطعم، صراحه روعه روعه روعه. انا احسن ما جربت بصراحه من الكاطوات، وهذا الكاطو هذا عجبني بزاف. كنتمنى نتوما تجربوها ويعجبكم
ولي اول مره كتشوف القناه كنقول لك مرحبا بك اختي، وشكرا على الناس اللي دخلوا عندي جداد، وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.